السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ قبل ما نبداو نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طرطة هذا النهار منعشة لعشاق الليمون، طرطة جديدة كريمية بطبقة ديال الكيكس مقرمش. يا سلام، نتمنى من الله انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تمشيو مع الوصفة خطوة بخطوة وتنجح معكم ان شاء الله. بالنسبة للطرطة ديالنا غادي نحتاجو مكونات بسيطة بدون جيلاتين، وكذلك متوفرة ان شاء الله في كل منزل. هنا عندنا كيكس ماريا، اي نوع كيكس سادة، باكية ديال كيكس ماريا غادي اما دقوها في شيميكا ولا انا طحنتها في الهاشوار. كيف ما لاحظتوا كنطحنوها جيدا. في هذا الاثناء كنكونوا ذوبنا الزبده ديالنا، كنضيفوا تدريجيا الزبده المذابه على الكيكس المطحون حتى نتحصلوا على كيكس يعني يقدر يتجمع معنا. كيف ما تلاحظوا معايا الطبقه الاولى هي هذه. غادي نحتاجوا واحد المول اللي غادي نغلفوه بالورق الزبده او بابي سولوفان اللي متوفر عندكم باش نقدروا نزولوا الطرطه ديالنا بسهوله ان شاء الله. بالنسبه للمول ديالي عندي كيتحل، ممكن تعملوا السيركل، ديك السيركل اللي كيكون عنده فارغ حتى هو كيساعدنا باش نديموليو الطرطه ديالنا. صافي كنصبوا الكيكس مع الزبده وكنبقاو نضغطوا عليه حتى نتحصلوا على طبقه متساويه. ممكن تستعينوا بقعد اي كاس باش يعاونكم كيف ما موضح في الشاشه خوتي. وشوفوا البنات اللي داق هاد الطرطه غادي رجع معتمده عنده، لذيذه ما نعاود لكمش. هنا عندنا جوج ديال البيضات كاملين، كذلك جوج ديال صفار ديال البيضات. هذه هي الكريمه الليمون اللي غادي نوجدو. عندنا نصف كاس ديال السكر غادي نضربوهم بالخباط تا كتولي معنا الكريمه بيضاء. كنضربوهم جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا. كنضيفوا هنا معلقه كبيره ديال كريم باتيسري، ممكن تعوضوها بمعلقه ديال النشا. وكنضيفوا كاس ديال العنبه ديال عصير الحامض. كنضربوا عاود مره ثانيه كيف ما كتلاحظوا. واخيرا غادي نضيفوا كاس الا قليل ديال العنبه ديال الزبده المذابه. بالنسبه لي كنستعمل زبده حيوانيه، ممكن تعوضوها بالزبده ديال فاميليا حتى هي لذيذه، هذه كتعطي واحد الطعم لذيذ. كنصبوا الخليط ديالنا الكريمه في واحد الكاسرونه وغادي نعدلوها على النار وحنا كنخلطوا، ما نوقفوش التخليط باش ما تلصقش معنا في القاع ديال الكاسرونه. هذه هي الكريمه اللي تحصلت عليها خوتي ديال الليمون اللي غادي نحتاجها. غادي نغطيوها بالميكا او سولوفان باش ما تعملناش القشره من فوق. كندخلوها للثلاجه باش تبرد معنا، حيت حنا بغيناها بارده باش نقدروا نستعملوها. كذلك غادي نحتاج نصف لتر ديال الكريمه، نصف لتر ديال الكريمه اما اولالا او هاد النوع اللي استعملت انا خوتي. غادي نضربوها بالطراب جيدا حتى كتقصح معنا الكريمه. كيف ما كتلاحظوا اخوتي هاد الطرطه هذه سهله وسريعه التحضير وبدون فرن ولذيذه. كنصبوا هذيك الكريمه اللي شوفوا معايا كيف كترجع ملي كتبرد كتقصح. ما تخافوش حيت غنعاودوا نضربوها مره ثانيه مع الكريمه ديالنا ديال اولالا.
حتى كنتحصلوا على كريمه رطبه رخوه، وفي المذاق ما نعاود لكمش يا خوتي لذيذه بزاف. وكننصحكم تستعملوا قويلبات صغار اذا كنتوا غتعدلوها في رمضان. بالنسبه لرمضان انا كنعدل هاد نفس الكريمه ولكن كنعدلها في قوالب صغارين. غنجيبوا الطبقه الاولى اللي كنا دخلناها في النبيره تشبر معنا ديال كيكيس، نصبوا الكريمه ديالنا ديال الليمون، وكنحاولوا اننا نساويو سطح ديال الكريمه باي حاجه، ممكن معلقه او اي حاجه، اي سباتولا اللي كان، مهم نزوقوا ونتحفوا السطح ديال الطرطه ديالنا. كندخلوا الطرطه ديالنا للمجمد، ماشي الثلاجه في هذا الظرف هذا، غندخلوها للمجمد باش تشد معنا الطرطه، باش تساعدنا اننا نديموليوها جيدا. بالنسبه للطبقه الاخيره اللي هي الحامض معشوق الجماهير، انا من عشاق اي حاجه فيها الليمون. عصرنا 3 الليمونات وغادي نخففوا الحامض ديالنا بقليل من الماء كيف ما كتلاحظوا، ثلث ديال كاس العنبه تقريبا. غنغليو اسمحوا لي، غادي نضيفوا هذاك الليمون مع القليل من الماء في واحد الكاسرونه. غنضيفوا هنا 2 ديال المعالق ديال السكر. بالنسبه للسكر فهو اختياري، كل واحد يعمل القياس ديالو. هنا عندي 1 معلقه ديال كريم باتيسري ومعلقه ديال النشا. غادي نخلطو جيدا ونعدلوه على العافيه، وحنا كنخلطو وحنا قدام العافيه حتى كتغلي. كيف ما تلاحظوا معنا غنستعينوا بواحد المعلقه وغادي نصبوا على الظهر ديال المعلقه باش ما السطح ديال الطرطه ديالنا تبقى لنا متساويه، ما كتعملش الحفره. فهمتوني يا خوتي؟ ونتمنى من الله نكون كنشرح وكل شيء مفهوم. صافي دينا الطرطه ديالنا للثلاجه حتى هي حتى جمدات. غنديموليوها بلاتي اذا شفتوا جنابات لاصقين غندوزو بواحد الموس كيف ما كتشاهدوا في الشاشه خوتي. ممكن انكم تعملوا الكاغي ديال الزبده من الجوانب باش تجيكم سهله كيفاش ديموليوها. صافي هنايا هذه هي الطرطه ديالي ديال الليمون ديال الحامض لذيذه خوتي، والله العظيم الا كتحمر الوجه. حتى اذا جا عندكم شي ضياف بغيتو تفرحوا به عدلوها له، منعشه شي حاجه غزاله. صافي هنا زوقتها بشرائح ديال الليمون. الزواق يعني اختياري، ممكن تخليوها غير هيداك نضره فيها غزاله يا سلام. قطعنا طريف معكم باش تشوفوا من داخل كيف كتجي كريميه. اذا عجبتكم الطرطه خوتي ما تنساوش تشاركوها مع الحباب ديالكم الصحاب ديالكم باش تعم الفائده. وشكرا جزيلا على المشاهده وعلى التعليقات المحفزه. والله يجازيكم بخير، دمتم اوفياء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله.